السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو يوم جديد وكيكه جديده. هذه شاركتها معكم، تقولوا لي انا دي شاركتيها معنا، رجعتي عاودتي شاركتيها معنا. هذه البنات طلباتها مني واحد الاخت في كومونتير، قالت لي عافاك نادير حطيها لي فيديو بوحدها، راني كنتوهم وبغيت تكون في فيديو بوحدها باش منين نبغي نصايبها نعاود نرجع ليها. كنقول لك اختي الله يفكوا حالك على خير، والله يعطيك وقفه ساهله مهله يا ربي ليك ولجميع الاخوات الموحولات واللي اللي في شهرهم ولا اللي حاملين، الله يفك سراحهم ان شاء الله على خير. وكون كنتي اختي حدايا ولا كنعرفك فين كون صايبتها وجبتها لك كنت ديت معاك شويه الاجر، ولكن الله غالب. المهم غادي نلبي لك الطلب وننزلها فيديو بوحدها، نتمنى انها تعجبك وتعجب الاخوات ويستافد منها هكايا الجميع. كيك يومي ساهل ماهل البنات، كيجي في صراحه طالع، خصوصا الاخوات اللي ما كتصدقش هكايا معاهم الكيكه وكتنزل معاهم في الفران، واخا كيديروا يعني كاع المراحل، ولكن ضروري كيزقلوا شي حاجه. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو وقالوا في الاعاده افاده، تتبعوا معايا الفيديو وتستافدوا منه ويستافدوا منه الاخوات هكا اللي ما كتصدقش ليهم الكيكه. اول حاجه البنات خديت قبيصه ديال الملحه، ضروري من الملحه في اي حاجه حلوه، لان ملي ما كديروش الملحه كتجي حاجه باسله. بحال دابا ملي مثلا درتي شي كريصات شي بريوش شي حاجه ما درتيش فيه الملحه كيجي باسل واخا كيكون فيه السكر. درت 4 ديال البيضات. هنا بالنسبه للبيض عندي 4 البيضات حجم متوسط، كان عندكم البيض مثلا صغير ديروا حتى 6 ديال البيضات. المهم عندي البيض عادي، درت 4 ديال البيضات وكاس ونص ديال السكر سنيده العباره بالكاس العنبه. انا درت داك الكاس الكبير اللي كنشربوا فيه الحليب ولا المناضه، يعني داك الكاس المعتاد عندنا ديال العصير، هذاك كيوزن كاس ونص العباره الكاس العنبه. درت السكر كاس ونص، ما كتجيش حلوه البنات، كتجي عاديه في الحلاوه لان ما شاء الله فيها المقادير كتار. غادي ضروري نطربوا البيض مزيان مع السكر حتى يطلع، اهم حاجه هو انه يطلع لينا البيض مع السكر ويولي اللون ديالو فاتح. عندي كاس ديال الزيت العبار بالكاس العنبه، يعني كاس الزيت العنبه عامر. غادي نبدا نضيفو شويه بشويه، بحال غادي نطلع شي مايونيز ولا شي كريمه كنبدا نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنطرب. هاد المساله البنات تقدروا ديروها بهذا بالباتور اللي كنخدم به انا، تقدروا ديروها في الكاس الخلاط الكهربائي، ديروا نفس الطريقه. طربوا السكر مع البيض هو الاول حتى يطلع مزيان وتعطيوه الوقت ديالو، وعاد تبداو تزيدوا عليه الزيت شويه بشويه حتى كيطلع لكم هكا مزيان. صافي ديال المرحله اللي كنخدموا بالباتور هي المرحله ديال الزيت والبيض والسكر. من بعد غادي نزيد كاس ديال الحليب حتى هو اللي كيوزن كاس ونص العبار ديال العنبه، يعني كاس ونص ديال الحليب بالعبار كاس العنبه. المهم هذا الكاس هذا راني عبره فيه كاس ونص. ضفتو على الكيكه على الخليط، وعندي معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، خليت تقريبا واحد 2 معالق ديال الحليب ضفتهم على داك المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان باش تذوب. صافي وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. ضروري الدقيق البنات نغربلوه، ومن الاحسن يكون مغربل 2 المرات. بالنسبه ديال الدقيق عندي 3 الكيسان ونص ديال الدقيق العبار حتى هو بالكاس العنبه، يعني 350 غرام ديال الدقيق. وعندي 3 ديال لي ساشي ديال الخميره د الحلوه، ما ديروش 2 البنات، ديروا 3. يلاه كتجيكم الكيكه ديالكم هي هذيك طالعه. صافي وغادي نخلط هنا في هذه المرحله دي، ما غاديش ندير البنات الطراب الكهربائي، غادي ندير غير هذا الطراب اليدوي ونحاولوا هكا نخلطوا الكيكه ديالنا. ما ديروش الطراب الكهربائي لان كينزل لكم عاوتاني داك الفوليوم ديال البيض اللي كيطلع، كينزل ملي كديروا الحليب وكتوليو تطربوه بالطراب الكهربائي كينزل. من الاحسن ديروا غير الطراب اليدوي. صافي وخلطوا الكيكه ديالكم غير بشويه. هنا انا خديت المول دهنتو هكا بالزبده مزيان، رشيتو بالدقيق. المهم المول كيبقى اختياري، ديروا في اي مول عندكم، ولا كان داك المول العادي داك ديال لامانيو القديم هذاك كيجيب الكيكه بصراحه زوينه. حتى المول البنات راه كيلعب دور في الكيكه. كاين سبحان الله العظيم شي مولات ما كيطلعوش فيهم كيكات. صافي كبيت القسم الكبير فرغته هكايا في المول وخليته واحد شويه. ضفت ليه ديك المعلقه ديال القهوه. هنا بالنسبه لبنات النسمات القهوه اللي بغات دير غير سميتو كيكه عاديه بيضه ديرها، ما ديرش القهوه. اللي ما بغاتش القهوه بغات دير الشوكولاط دير هنايا 2 معالق ديال كاكاو المر حتى هو غربلوه وخففوه بواحد 2 معالق ولا 3 ديال الحليب، لان ملي غادي تضيفوا مثلا في عود القهوه غادي تضيفوا الكاكاو المر
الخليط ديالكم غادي يتقال. ضروري تزيدوا واحد 2 معالق ولا 3 ديال الحليب باش القوام ديال الكيكه الكحله كيولي بحال القوام ديال الكيكه البيضاء باش ما كتجيكمش داك الخليط الاخر كيجي مثلا خفيف والاخر كيجي ثقيل. جهه غادي طيب لكم وجهه ما غاديش طيب. داكشي علاش خاص القوام ديال الكيكه يكون كامل بحال صافي. دخلتها للفران البنات، كطيب على 170 درجه 160 درجه، المهم ما بين 160 170 درجه. خليتها كطيب تقريبا ما بين 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، عاد كتكون الكيكه ديالنا واجده، لانها كيكه ما شاء الله كيف كتشوفوا كبيره، كتبغي الوقت فاش طيب. الكيكه ديال الشوكولات لان الكاكاو دغيا كينشف في الفران كتاخذ لينا ما بين 25 حتى 30 دقيقه. ولكن الكيكه اللي كتكون هكا عاديه بيضه وكتكون يعني كبيره فيها مثلا السكر بزاف والحليب وداكشي، فكتبغي الوقت شويه في الفران. قلت لكم ما بين 35 حتى ل 40 دقيقه كتكون الكيكه ديالنا واجده. ما نحلو عليها لا فران لا حتى شي حاجه البنات حتى كتبان لكم يعني طلعات، وماشي غير كطلع كتحلو عليها الفران، يعني راه كطلع كتبدا تبان لكم يعني راه تحمرات هكا من الجناب وبدات كطلع ليها داك الحموريه على الوجه ديالها، عاد كتحلو عليها الفران. خصوصا ملي يكون عندكم هكا الفران فيه الدجاجه وكيبين، فما تحلوش على الكيكه ديالكم. ولا ما كانش عندكم يعني الفران كيبين حتى تدوز 30 دقيقه تماما، تحسبوا ليه 30 دقيقه حتى تدوز كامله، عاد تحلوا الفران ديالكم. الا بانت لكم يعني طابت وخصها غير تحمر من الوجه ديالها، شعلوا ليها الفران. كانت مازال ما طابتش من التحت، خليوها تزيد تكمل الطياب. انا راه ما حليتش عليها الفران نهائيا حتى قربت تحمر من الوجه ديالي، يعني ما احتاجيتش نشعل عليها من الفوق بزاف. صافي منين تحمرات هكا من التحت وطابت، تحمرات هكا من الوجه ديالها، من بدات كتحمر من الوجه ديالها، شعلت عليها من الفوق، خدات واحد اللوين صافي وخرجتها. وبالنسبه للتزيين البنات راه تقدروا تخليوها غير هكا كيكه عادي يومي ما مزين حتى بشي حاجه، كيف ما يمكن لكم تدهنوها بشويه الكونفيتور ولا الناباج ولا المهم اللي متوفر عندكم، ولا شويه العسل. المهم هو الكيك اليومي مسكين راه كنتعداو عليه، تيكون اقتصادي لاقصى درجه. انا هنا دهنتها غير بالكونفيتور ديال المشماش داك الخفيف، ودرت ليها شويه اللوز كان عندي مهرمش هكا في واحد البواطه، قلت علاش لا نرشوا ليها هكا على وجهها ولا ديروا ليها شويه ديال الكوك ولا المهم اللي بغيتو. صافي وقدموها بالصحه والراحه. نتوما راه غير من التقطيعه راه كتبان لكم راها هشيشه وخفيفه البنات وما معجنه ما حتى شي حاجه. وهاد الكيكه هذه انا نسميها الكيك الاسبوعي، لان ما شاء الله كيكه كبيره دوز لكم الاسبوع، خصوصا لما كنتوش كتاكلوا هكا الكيك بزاف والله تدوز لكم السيمانه. ديروها في بواطه ولا تقدروا مثلا تقسموها على 3، ديروا 2 اجزاء في الفريغو وجزء تخليوه في الثلاجه باش كتبقى الكيكه ديالكم رطبه، حتى كتساليو داك المورسو مثلا اللي عندكم وكتجبدوا مورسو اخر. داكشي علاش قلت لكم هذه راها كيكه اسبوعيه ما شاء الله كبيره. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم خليوا لي واحد اللايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. كنشكركم على حسن المتابعه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.